أخبار يوم الأربعاء مهمة وقصيرة. تقول بلدية كابول إن غرفة الخياطة في قسم التنظيف جهزت بأجهزة جديدة. قال مسؤولون بوزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية في نينجرهار إنه تم إنشاء قناتين في منطقة بتيكوت بهذه المقاطعة بتكلفة 12 مليون أفغاني. تم بناء مسجد وتسليمها للاستخدام باسم مسجد الفتح في ساحة المبنى الإداري للمنطقة 9 من قبل بلدية كابول. قال مسؤول دائرة الأشغال العامة بغلان إنه تم البدء في تنفيذ 20 كيلومترا من الطرق المرصوفة بالحصى. تخرج 149 طالبا من كلية التعليم والتربية بجامعة لغمان. تقول وكالة التعليم الفني والمهني إن الطلاب هذه الوكالة قاموا ببناء مروحية عسكرية. عاد وزير خان قائدة الشرطة المحلية بمنطقة نرنج بمقاطعة كونر من إيران عبر لجنة الاتصال مع الشخصيات الأفغانية.